يا جماعة احنا النهارده هنقدم لكم شرح تفصيلي لتركيبات الشعر. بيبقى ليها مسميات كتير، في ناس بتسميها الشيد، في ناس بتسميها يونيتات، في ناس بتسميها الشبكية الفرنسية، بس ايا كان التلاتة هم نفس الفكرة. نفس الطريقة، موضوع سهل جدا. مفيش أي احتياجات لأدوية، مفيش أي احتياجات لمتابعة، الموضوع بيتعمل في ساعة. الفكرة كلها ستايلينج، إن احنا بنعمل شكل ومنظر قريب جدا للشكل الطبيعي على قد ما بنقدر، من غير اي تدخلات جراحيه او ادويه او الحاجات اللي استخدمت قبل كده وكلها ما جابتش نتائج خالص. فهيبقى معانا النهارده يا جماعه نشرح لكم الموضوع. معانا استاذ اشرف، عميل عندنا، شخصيه لذيذه جدا. والحاله النهارده اللي معانا ان احنا هنحاول الشعر بتاعه فيه خصل كتير ابيض، فاحنا هنحاول نركب حاجه يكون فيها البرسنتج بتاع الابيض اعلى شويه، على اساس نعمل دمج زي بلند، ان ندمج الشعر اللي احنا هنركبه مع الشعر اللي موجود. والموضوع بسيط جدا، يعني القطعه زي ما انتم شايفين هنا في الكاميرا، لو تقدر تنزل عليها شويه، كلها زي ما تكون شبك نت. الشبك ده بيسمح بالتهويه، عوامل التهويه كلها شمس، هواء، ميه. اوكي. بنقدر تتعامل بيها طبيعي جدا، تسرحها طبيعي جدا. وهنوريكم دلوقتي يا جماعه طريقه التركيب بتاعها ازاي، سهله جدا جدا. بصوا يا جماعه، احنا بنثبتها بس بمجرد الليكويد ده هنا. الليكويد ده اسمه نو تيب. الليكويد ده مش اي سايد افكت، هو اوريدي ميد فور ذا هير بيسز، بيتركب لتركيبات الشعر ديت وبوتر بروف. مفيش اي مشكله. الموضوع تركيبه اصلا بسيط جدا، يعني تعملوها بعد كده في البيت. فكها وتركيبها بيبقى زي السولفن. السولفن ده مزيل، بيفك النو تيب. النو تيب ده مستحيل يفك، تقدر تنزل بيه البحر، تنزل بيه البسين، مفيش اي مشكله خالص. اوكي. تمارس جميع الأنشطة اليومية في حياتك، مفيش أي مشكلة. احنا بقى بنحاول نفرغ شوية الشعر من مقص الفلاش. كويس. الموضوع بسيط جدا جدا عشان ندي شكل ناتشورال شوية، فبنحاول نخف الكثافات اللي في النص دي. زي بليند ان، اللي هو الدمج للشعر. كويس. الموضوع بسيط جدا. بندخل الشعر كله في بعض على اساس ان هو ميبقاش فيه اي فرق بينهم. لو تقدروا تاخدوا بالكم، انا دوبك بشيل حاجات بسيطه من اطراف اللمواس. الموضوع بسيط قوي يا جماعه. هو احنا كده عملنا زي بلند ان بالظبط. لو تاخدوا بالكم دلوقتي، الشعر ده دخل في ده بالظبط، نفس الشكل، نفس اللون، نفس كل حاجه. وبنقدر نتحكم في الخامات، في الاطوال، في الالوان. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. اوكي. كده احنا خلصنا. تبصوا الموضوع، بصوا زي ما انتم شايفين، بنقدر نفرق الشعر، نسرحه زي ما احنا عايزين. الشكل بقى حاجه جميله جدا جدا. ونسال بقى الاستاذ اشرف، ايه رايك يا استاذ اشرف؟ لا، جميل فعلا، حاجة ممتازة الصراحة. الصوت يعني يا باشا؟ لا، زي تمام. الفل، جميلة. دي حاجة جميلة خالص كده يعني. وصغيرتي بتاع حوالي 20 سنة ورا، بس هي حاجة بصراحة ممتازة وسهلة جدا وفكرة جديدة يا جدع.